النهاردة هنتكلم عن عصر بداية التاريخ في مصر، وله اسم تاني اسمه عصر الأسرات. وده بيخلي مصر مميزة عن غيرها، إن عصر بداية التاريخ له مسمى تاني، وده لأن بداية التاريخ في مصر ما اعتمدش على الكتابة فقط زي معظم العالم، لكن اعتمد على عوامل تانية. أول العوامل التانية دي كان إن مصر أصبح لها قومية مميزة، وده هنشرحه بالتفصيل لما نتكلم عن توحيد البلاد. العامل الثاني اندماج شعبها في وحدة سياسية مستقرة تحت حكم واحد. وهنا هنقف شوية عشان نعرف أساس الحضارة العظيمة دي كان إيه. عشان نفهم ده لازم نعرف الفرق بين الرعي والصيد وبين الزراعة. الرعي والصيد مهن جمع القوت أو الطعام، يعني اللي بتجود بيه الطبيعة تلتقطه وتعيش عليه، ولما تجف الأمطار وتبخل الطبيعة بثمار وبالتالي بحيوانات بتعيش على حشائش الأرض، بتسيب المكان وتروح مكان تاني. لكن الزراعة حاجة تانية خالص، دي حرفة إنتاج الطعام، أنت اللي بتنتج قوتك وطعامك. حضرتك لما بتزرع الأرض بتحتاج وقت لبذر البذور وحرث الأرض والري، وتنتظر الحصاد، وكل ده يحتاج وقت. هتقضيه فين؟ طبعا لازم تبني بيت وتستقر فيه وتقعد جنب زرعتك اللي زرعتها وتستنى الحصاد وتاكل منها، فيحصل استقرار في إقامتك في المكان. الزراعة حققت تأمين الطعام والمسكن، ومنحت الفلاح موارد للصناعة، يصنع منها ملابس من الكتان أو القطن أو الزيوت من بذورها وغيرها من الإنتاج. وطبيعي أنت هتزرع زرع غير اللي بيزرعه غيرك، فيحصل تبادل للإنتاج الزراعي والصناعي، فيحصل ارتباط بين السكان. وهنا الزراعة حققت للمصري القديم الاستقرار، والاستقرار هو اللي بيحقق التنمية. والإنسان لما بيكون مستقر بيقدر يفكر ويبدع، ودي كانت بداية الإبداع في مصر، الإبداع اللي أنتج الحضارة العظيمة دي كلها. كل فلاح عمل لنفسه بيت، والبيوت جنب بعضها كونت قرى، والقرى تحولت لمدن، وبعد كده بقت مقاطعات ومديريات، وبدأت كل مديرية تعمل لنفسها شارة ورمز ومعبود بيحفظها ويحميها وبيعبر عنها. وهنا بدأت تظهر فكرة القومية. كل ده كان في أواخر العصر الحجري الحديث. اتشكلت في النهاية مملكتين، مملكة في الدلتا والتانية في الصعيد. مملكة الدلتا كانت منقسمة لمملكتين، شرق وغرب، وبعد كده توحدوا في مملكة واحدة هي مملكة الوجه البحري، واتحدت مع الوجه الإبلي أو مملكة الوجه الإبلي يعني. وبعد كده حصلت ثورة دينية عشان يغيروا المعبود، أدت إلى انقسام البلاد إلى مملكتين. المملكة الأولى في الشمال في الدلتا أو الوجه البحري، وكان عاصمتها بوتو المعروفة الآن بتل الفراعين شمال دسوق، وكان شعارها نبات البردي، وده لأنه بينبت بكثرة في الدلتا، ورمزها كان النحلة، وكان الملك بيرتدي التاج الأحمر، وتحميه الإلهة وجت على شكل ثعبان الكبرى. المملكة التانية كانت في الجنوب وجه إبلي، وكان عاصمتها قفط، وأصبحت فيما بعد اسمها نخن بمعنى الحصن، وهي المعروفة الآن بالكوم الأحمر شمال إدفو. كان شعارها زهرة اللوتس، وده برضو لأنها كانت بتنبت بكثرة في الجنوب، وكان ملكها يرتدي التاج الأبيض، وتحميه الإلهة نخبت أنثى النسر. ثم حدث بعد ذلك توحيد البلاد للمرة الأخيرة على يد الملك مينا، وبه يبدأ عصر الأسرات، حيث أنه مؤسس الأسرة الأولى، وهو بداية العصر التاريخي في مصر. وهنلاحظ هنا أن المصريين كان ممكن يدونوا التاريخ من قبل كده، لكن هم فضلوا أنهم يدونوا التاريخ لما تبقى مصر مملكة موحدة. هنلاحظ أن في موضوع النهاردة أن الزراعة هي أساس حضارة مصر، واللي بنى مصر كان في الأصل فلاح. الفلاح هو أساس الحضارة دي كلها. الزراعة هي اللي حققت الاستقرار وكفلت الأمان، اللي فتح المجال للإبداع عشان ينتج الحضارة العظيمة دي كلها. ربنا يديم الأمان والاستقرار على بلدنا الغالية مصر، وأترككم في أمان الله.